بيبدأ الفيلم بواحد اسمه مورو، ومورو بيسأل الكاهن انتوا لقيتوا الطفل؟ فبيقول له الكاهن ايوه مخبيينه عندنا. فبيقول له مورو المكان هنا مش امان. فبيقول له الكاهن المكان هنا امان الامان. فبيقول له مورو ان الشيطان هو اللي عاوز الطفل، وبيقول له مفيش غير مكان واحد هو اللي امان، واللي هو المعبد، ولازم الجوست رايدر هو اللي يوصل الطفل للمكان. وفجأة بتظهر عصابة بتهجم عليهم عشان عاوزين الطفل، وبيوصل كريغن زعيم العصابة ديت، وفي واحدة اسمها نادية بتهرب بالطفل وبتكون ام الطفل، والطفل اسمه داني. ومورو بيجري وراها وبيقول لها استني انا اقدر اساعدك، بس هي ما بتصدقه وبتضرب عليه نار. وكريغن رفع سلاح على الكاهن وبيقول له فين الطفل. فبيشوف نادية وهي بتركب العربية عشان تهرب هي وداني، فبيموت الكاهن. ومورو بيروح ورا نادية بالموتوسيكل، وكريغن ورجالته وراهم، وبيضرب نار على نادية ومورو. وفي طلقة بتيجي في فردة كاوتش مورو وبيقع من على الموتوسيكل، وهو بيقع بيضرب عليهم نار، وبتيجي فردة في الكاوتش بتاع العربية وبتتقلب عربية كريغن عشان ما يوصلوش لنادية. وجوني بيحكي قصته ازاي بقى الجوست رايدر، ولو عاوزين تعرفوا القصة هتلاقوا رابط الملخص الجزء الأول في الوصف. وكان بيقول جوني إنه حاول ما يطلعش قوة الجوست رايدر، بس كان في كل مرة بيفشل، والظلام والسوداوية اللي جواه كانوا بيزدادوا. وفجأة مورو بيدخل عليه وجوني بيمسكه وبيقول له انت مين؟ فبيقول له انا مورو واخواتي كلهم ماتوا الا انا. فبيسيبه جوني وبيقول له امشي من هنا، بس مورو بياخد ازازة وبيرميها على الشباك، والشباك بيتكسر والشمس بتيجي على جوني. ومورو بيقول هو بيحب الاماكن المظلمة، وجوني بيقول له انا ما اعرفش انت بتتكلم على ايه. فقال له مورو بتكلم على الجوست رايدر. وقال له انت مفكر انك تقدر تتحكم في الجوست رايدر؟ ده في احلامك. وجوني اتخنق منه ولف عليه السلسلة وقال له انت عاوز مني ايه؟ مورو قال له انا عاوز مساعدتك، وهنعمل اتفاق هرجع لك روحك وهشيل عنك لعنة الجوست رايدر. ولما جوني سمع الكلام ده سابه، ومورو اداله صورة للطفل الداني وقال له عليك انقاذ الطفل ده، وبيقول ان الشيطان اللي انت عملت معاه الاتفاق زمان هو اللي عاوز داني، وبعد ما تقدر تنقذ داني منه هرجعك لطبيعتك. وجوني سأله انا هوصل للطفل ازاي؟ رد عليه وقال له اتحول الى الجوست رايدر، والجوست رايدر هيوصلك للطفل. وبعد كده بنلاقي نادية وداني راكبين العربية، وبنلاقي كريغن بيراقبهم. وجوني كان عاوز يتحول للجوست رايدر بس ما بيرضاش يتحول، وفي نفس الوقت كان كريغن بيهجم على نادية. واخيرا الجوست رايدر بيطلع وبيركب الموتوسيكل وبيروح لهم، ونادية بتطلع من العربية وماسكة مسدس وعاوزة تضرب عليهم نار، بس اتضربت ورجالة كريغن مسكوها. ونادية طلعت انها كانت تعرف كريغن وبتقول له الحقني في عصابة بتجري ورايا عشان ياخدوا مني ابني، بس بيقول لها احنا العصابة اللي عاوزين ابنك. وكريغن كان هيموتها خلاص، بس بيسمع صوت بالموتوسيكل جاي عليهم من بعيد، وبيوصل جوست رايدر وكله بيترعب منه وبيضربوا عليه نار، بس ما بتحصلوش حاجة، وبيبدأ يموتهم بالسلسلة بتاعته. وكريغن بيجيب قذائف قنابل وبيضرب عليه، بس المرة دي بيتأثر وبيضرب ضربة تانية وبيقوم عليه. وكريغن بياخد داني وبيهرب بيه. وبعد كده بنلاقي جوني في المستشفى وبيفوق، وبتدخل عليه الممرضة وبتقول له ان في بوليس بره عاوز يستجوبك، هروح اندهم لك. فقال لها جوني لا ما تناديش حد. وجوني بيطلع من الأوضة بيلاقي قدامه نادية، وهو بيعرفها وهي بتعرفه، وبتمشي نادية وجوني بيمشي وراها. وكريغن بيكلم الشيطان بس هو ما يعرفش اللي هو الشيطان، وبيقول له احنا جبنا الطفل بس عاوزك تزود الفلوس. وبيقول له انت قلت لي اني اجيب الطفل وده انا عملته قبل كده، بس انت ما قلتليش ان هيبقى في فيلم رعب. وقال له ان في 3 من رجالتي ماتوا محروقين امبارح بواسطة شخص بيسوق موتوسيكل وراسه عبارة عن جمجمة مولعة. وهنا الشيطان بيتخض من اللي قاله، وبيقول له الشيطان ادي التليفون لداني، وبيبدأ يوسوس ليه، وداني بيصرخ وبيغمى عليه. وكريغن بيقول للشيطان هو ايه اللي حصل، فبيقول له الشيطان هو كده جوست رايدر مش هيعرف يتبع داني. وبعد كده بيروح جوني الى نادية، ونادية بترفع عليه المسدس وبتقول له هو الشيطان اللي بعتك. فبيقول لها جوني انت ام الطفل داني صح؟ فبيقول لها انا لازم انقذ ابنك من الشيطان. فبتنزل المسدس وبتقول له انت تعقبت داني امبارح، تعرف تتعقبه تاني؟ فبيقول لها انا كنت بحس بيه بس دلوقتي لا ما اقدرش احس بيه. وبيروحوا يركبوا عربية، وجوني بيقول لها هو داني ابوه يبقى كريغن؟ فبتقول له لا، وبتقول له ان الشيطان لما جالك عرض عليك اتفاق. فقال لها جوني ايوه حياة ابويا. فقالت له اما انا كنت بنقذ نفسي من الموت، ولقيت الشيطان جالي ووعدني انه ينقذني من الموت بس بمقابل. فبيقول لها جوني ابنك؟ فبتقول له انت ما بتفهمش ليه؟ فقال لها انا فهمت، انت ام ابن الشيطان، وبنعرف هنا ان داني ابنها من الشيطان. وبيقول لها جوني لما الجوست رايدر
رايدر يظهر ابعدي عن طريقي عشان ده بيدمر الدنيا وما بيفرقش معاه حد. فبتقول له نادية انا مش خايفة منه. وبعدها بيروح عند واحد اسمه فيصل شغال مع كريغن في السلاح، وجوني بيقول له قول لنا على مكان كريغن. فيصل بيخاف منه لما يعرف ان هو الجوست رايدر وبيقول لهم على مكانه. وبيجوا رجالة فيصل وجوني ايده بتولع وبيضرب اي حد يجي قدامه، وبيلاقي الموتوسيكل بتاعه مولع وبيركبه عشان يتحول للجوست رايدر. بس كل شوية يبدأ يتحول ويرجع لطبيعته لغاية ما بيتحول. وكريغن كان بيشتري صفقة أسلحة، ونادية راحت للمكان اللي فيصل قال لهم عليه ولقت ابنها وفكته. بس في واحد شافها وكان لسه هيخلص عليها، بس بيسمع صوت الموتوسيكل بتاع الجوست رايدر ونادية بتضرب عليه نار. وكريغن بيشوف الجوست رايدر وهو جاي فبياخد السلاح وبيضرب عليه وبيفرقع فيه، وبيفرحوا وحسبوا انه مات. بس على مين؟ ده الجوست رايدر. وبيلاقوه قدامهم وبيبدأ يموت فيهم، وواحد بيضرب كل الطلقات اللي معاه في بقه فبيرجعها تاني بس مولعة. وكريغن بيضرب صاروخ تاني عليه وبيقع الجوست رايدر على الارض، بس بيقوم وهو مطفي وكل عمال يضرب عليه طلقات بس مفيش حاجة بتحصل. وراح الجوست رايدر للويتش العملاق ده وبيتحول الى سلاح وبيدمر بيه رجالة كريغن. وكريغن بيشوف نادية وهي بتهرب وكان جاي يضرب عليها نار، بس الجوست رايدر بيشده بالسلسلة وبيرميه بعيد وبيروح ورا نادية. ونادية لما بتشوفه بتبقى خايفة منه وبيمسكها وبيبصلها بنظرات التوبة بتاعته. فبينزل داني وبيقول له سيبها، فبيسيبها وبيروح ناحيته، ولما بيقرب منه بيتطفي وبيرجع لطبيعته. وبيبقى جوني وداني قاعدين في مطعم وبتيجي نادية وجوني بيشرب من شفشق مية، وجوني بيقول لها ان مورو قال لي ان الخطر هيزول بعد كام يوم، وقال لي ان لازم ناخد داني الى المعبد وهم هناك هيحموه، وانا اتصلت بيه عشان يقول لنا هنخبي داني فين. وكريغن بيبقى تحت الصخرة من اللي حصل امبارح، والشيطان بيجيله ويقول له انت المفروض تجيب لي ابن نادية. فبيقول له كريغن انا اسف ايها الحقير بس انا بموت دلوقتي. فالشيطان بينزل وبيحط ايده عليه وبيديله من قوته، وكريغن بيخش تحت الصخرة وبعدها بيقوم وشكله متغير وبيقول انت عملت فيا ايه؟ فالشيطان قال له انا اديتك فرصة تانية ومنحتك قوة، وبيرمي ليه حتة خشبة ولما كريغن بيمسكها بتتحلل. وبيقول له الشيطان دي اسمها قوة الظلام للتحلل. وكريغن بيروح يجرب قوته على راجل الاسعاف، ولما بيمسكه جسمه بيتحلل تماما وبيتبخر. والشيطان بيقول له اظن كده انت ما عندكش عذر ولازم تجيب لي ابن نادية. وبنروح لداني وجوني وبيقول له امبارح موتوسيكلك كان شكله غريب. جوني قال له علشان الجوست رايدر بيحول اي حاجة بيركبها. فداني قال له على كده انت بتحب نفسك لما بتتحول؟ قال له جوني مش دايما، علشان ساعات بساعد الناس وساعات بعمل حاجات مضرة، ده غير ان القوة دي جاية من مكان مظلم وده مش طبيعتي فعلشان كده بكرهها. وبعدها مورو بيوصل ليهم ومورو بياخد جوني واللي معاه لمكان في الجبل وعند جماعة دينية، ومورو بيخلي الجماعة دي ياخدوا داني ونادية علشان يحموهم، وبياخد جوني علشان يحرر من قوة الجوست رايدر. وجوني بيقول له في الاول انا عاوز اعرف ايه الشيء اللي جوايا ده بالظبط. قال له مورو ان جواك ده كان ملاك وكان روح العدالة، بس هو اتخدع واتحبس في الجحيم، ومهمته لحماية الناس اتحرفت للانتقام للناس، والروح الملاك الطيبة ممكن يبقى لسه عايشة جواك، بس بيقول له اننا نطلع الروح دي من جواك الموضوع خطير جدا، ولو شلنا قوة الجوست رايدر انت ممكن تموت. لكن جوني ما بيهمهوش وبيوافق، ومورو بيدخله لوحده في مكان وبيتقفل عليه، وبيبدأ يتم عمل الطقوس عشان يخرج الجوست رايدر من جوني، وبيفضل يتعذب وبيفتكر العقد اللي مضى. وبعدها جوني بيفوق وبيبقى عايش وبيطلع بره ويدور على مورو عشان يقول لي انا عايش، لكن ما بيلاقيش حد. وبيبقى الجماعة الدينية ماسكين داني ونادية ومورو، والجماعة الدينية كانوا عاوزين يقتلوا داني اليوم قبل الصبح علشان بكرة يوم النبوءة، وبيعتبرين داني انه ابن الشيطان وعاوزين يخلصوا منه، وبياخدوا المكان تاني وبيجهزوا علشان يقتلوه. بس كريغن بيظهر وبيقتل كل رجالة الدين دول وبياخد داني معاه وبيمشي، وجوني واللي معاه بيوصلوا بيلاقوا جثث رجالة الدين ومش فاهمين اللي حصل. وجوني بيسأل مورو هو الشيطان عاوز ايه من داني، فمورو قال له بكرة يوم النبوء ويوم عيد ميلاد داني ولازم يتم 13 سنة علشان يتم عمل التعويذة عليه، والتعويذة دي هي عبارة عن نقل روح الشيطان لجسم داني، وده هدف الشيطان من الأول. وجوني بيزعق لمورو بيقول له انت ما قلتليش كده ليه من الأول، وبيتحسر جوني انه فقد قوة الجوست رايدر علشان كده مش هيعرف يساعد. وبيقول جوني انا يمكن بقيت ضعيف بس وعدت داني اني هساعده واحميه،
له وانا مخلصتش من شيطان علشان ارضي شيطان تاني. وكريجان بيبقى حضر بداني عند الشيطان، والشيطان بيعرف نفسه لداني وبيقول له انا ابوك. ومورو بيبقى عارف فين مكان الشيطان دلوقتي، وبيقول لهم فرصتنا من غير الجوست رايدر هتبقى ضعيفة جدا، فعلشان كده هنعوز الاسلحة. والشيطان يقول لداني قوة الجوست رايدر اللي كانت عجباك دي انا اللي اديتها لجوني، بس هو الشخص بشري وضعيف وما يقدرش يعمل الحاجات اللي اقدر اعملها، بس انت نصك بشري والنص التاني يقدر يستخدم القوة اللي معايا. وبعدها بيكتفه بيديله حقنة بتغيبه عن الوعي، وجوني واللي معاه بيوصلوا وبيشوفوا مشاهير كتيرة من العالم. ومورو بيقول لجوني دول جنود الشيطان وجايين من كل حتة في العالم علشان يشوفوا الطقوس، وبيقول لهم لو الشيطان نجح في نقل روح هيبقى اقوى من الاول. وبيحطوا داني على خشبة المسرح، والشيطان بيجي ورا كل الحضور وبيحيوا الشيطان. ونادية بتبدأ تقتل الجنود اللي واقفين بره، وجوني ومورو بيتسللوا لجوه وبيقتلوا الجنود اللي بيلاقوهم، والتعويذة بدأت جوه والروح بتبدأ تنتقل لداني. ومورو بيوصل وبيقتل في ناس والتعويذة بتبوظ، وجوني بيخش وبيضرب الشيطان، ولكن كريجان بيوصل وبيبدأ يحلل مورو، والشيطان بيضرب جوني وبيرميه بعيد. وبعد ما كريجان خلص على مورو فبيروح لجوني، ولكن الغريب ان جوني مش بيتحلل. وداني بيجي وبيقول للشيطان انت قلت ان قوتي هي نص قوتك، والشيطان بيتصدم من اللي قاله، وراح جوني قال لداني اعملها. فداني بينط عليه وبيبخ عليه النار وبيرجعه قوة الجوست رايدر، وبيقوم الجوست رايدر وبيبدأ يضرب فيهم كلهم. ومع ان الشمس طلعت بس الجوست رايدر فضل موجود وما اختفاش. والشيطان بيبقى خاطف داني وواخده في العربية، وجوني بيجيب الموتوسيكل بتاعه بيحاول يلحقهم. والشيطان بيتجنن لما بيشوفه وراه في مراية العربية، ورجالته بيضربوا عليه نار بس ولا بيحوق فيه اي حاجة. وجوني بينط يركب على العربية وبيحولها، ونادية بتبقى جاية وراهم بس كريجان بينط على عربيتها، وجوست رايدر بيشوفه من بعيد فبيجيبه بالسلسلة وبيمسكه وبينزلوا في بعض ضرب. وفي الاخر الجوست رايدر بيمسكه وبيبص في عينه وبيخلص عليه من نظرة التوبة وبيرميه على الطريق. وبعدها بيلحق عربية الشيطان وبيقلبها، وبيطلع الشيطان من العربية. والشيطان بيقول لجوني بيقول له انت اسوأ اتفاق انا عملته في حياتي. والجوست رايدر بيرميه في الهواء وبيهبده في الارض، وبكده يكون رجع للجحيم. ونادية بتيجي وبتحضن ابنها، وجوني بيحس بقوة ملاك العدل اللي جواه، وبكده بيكون اتخلص من الروح الشريرة. وبعدها بنشوف الجوست رايدر هو لونه ازرق وبيجري على الطريق، وبكده نكون خلصنا الفيلم. مع السلامة.